مرحبا بكم متتبعي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللي ما شاء الله غادي نقدم لكم في هذه الوصفه. غادي نقدم لكم خضره مشويه في الفران بواحد الطريقه اللي مبسطه سهله كتجي لذيذه. وهادو هما الشهيوات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في هذا الصيف. كنتمنى تابعوني حتى الاخير باش تشوفوا معايا المراحل والطريقه ديال التحضير. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. اول حاجه هنايا غادي نحتاجو الشابلور، ولا غادي نحتاجو الخبز المحمص. ممكن اننا ناخذ الكومير ولا الخبز اللي كيكون عندنا بايت، غادي نحمروه شويه في الفران ومن بعد غادي نطحنوه وغادي نستعملوه بهذه الطريقه. غادي نحتاجو تقريبا واحد 3 د المعالق. غادي نحتاجو معاها الجبن المبشور. انا هنايا كنستخدم الجبن اللي ما كيتعلقش. غادي نحتاجو شويه ديال الزعتر، كيف ما كنقولوا الزعتر التدلاوي. هنايا الاعشاب المنسمه كنقدروا نتحكموا فيها على حسب الرغبه ديالنا. ممكن نديروا اليازير، ممكن نديروا الزعتر، وممكن نديروا حتى الحبق. هنايا غادي نحتاجوا شويه ديال الفلفل الاسود ولا البزار. هنايا غادي نحتاجوا شويه ديال الحباق. غادي نديروا شويه ديال الملحه. انا هنايا ما كنكثرش الملحه صراحه في الاكل ديالي، ولانني انا هنا عندي هذا النوع ديال الفرماج. انا هنا استخدمت البارميزان. هنا كيكون شويه ملح، داكشي علاش قللت النسبه ديال الملحه. هنايا غادي نحتاجو شويه ديال زيت الزيتون. من بعد منا غادي نديرو داك زيت الزيتون. غادي نحاولوا نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم. من بعد بالنسبه للخضر، غادي نحتاجو حنايا. انا هنايا استخدمت الدنجال وغادي ندير بطاطا، وغادي ندير شويه ديال الشيفلور، ولا ممكن نديرو واحد شويه ديال البروكلي على حسب الرغبه وعلى حسب الاختيار ديال كل عائله. كل عائله كيكون عندها الذوق ديالها الخاص، وكتكون الخضر اللي كتكون مفضله عندها. انا هنايا درت اليوم ان شاء الله هذه الخضره، وغادي نحضر معكم انواع اخرى ديال الخضر اخرى. كنتمنى تنتظروني في الفيديوهات الاخرين. داكشي علاش قلت لكم تابوناو في القناه ديالي ان شاء الله. عندي المزيد والمزيد من الوصفات. هنايا غادي ناخذ واحد الطاوه، غادي نديرو عليها ورق الفرن وغادي نفرشو واحد شويه من داك المواد اللي درنا من قبل. غادي نحطو الدنجال من بعد ما قطعته شرائح. ممكن ايضا نقطعو مربعات. وهنا غادي نحتاجو البطاطس. من طبيعه الحال البطاطس محبوبه ديال الجماهير، كلشي كتعجبو البطاطا. غادي ناخدوها، غادي نقوها وغادي نقطعوها حتى هي شرائح ولا على شكل طولي. هنا غادي نديرو شويه ديال القرعه الخضراء. غادي نقردوها حتى هي على شكل طولي. وهنايا غادي ناخدو القرعه. من بعد من القرعه غادي نديرو البروكلي، ممكن ايضا نستبدلوه بالشيفلور. غادي نقطعوه ريضات حتى هو وغادي نديروه في الطاوه ديالنا. واخا شفتوا اني ما سلقتش الخضره ديالي راها كطيب. الا كنتو شاكين في الفران ديالكم راه ما كيطيبش، تقدروا تغطيو الطاوه ديالكم بالبابي الومنيوم.
من بعد ورق الفرن غادي تغطيوه بالبابي الومنيوم. من بعد ما وضعنا دوك الوريضات ديال البروكلي غادي نرشوا عليه داك الخبز المحمص اللي حضرنا من قبل. غادي نحاولوا نلبسوا كاع ديك الخضره ديالنا بهذيك التتبيله ولا بداك القوام اللي وجدنا من قبل. انا الصراحه كتعجبني نكثر هاد التلبيسه ديال الخضر لانها كتعطي واحد القرمشه لذيذه. والا كنتو نتوما باغيين تقللوا الكميه تقدروا تقللوها. انا داك الخبز المحمص كنحاول نحيدو من الطاوه ومن بعد كنحطو في الطبسيل ديالي. من بعد ما لبسنا ديك الخضره بهذيك التتبيله غادي نوضعوا عليها شويه ديال زيت الزيتون. وغادي نرشوا عليها واحد شويه ديال الفرماج. من بعد ما وضعنا التوابل كاملين دابا غادي ندخلوها للفرن حتى غادي تحمر وغادي نحسوا بديك الخضيره ديالنا طابت. ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. من بعد ما خرجناها من الفرن كيف ما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي واحد الخضره اللي مقرمشه ولذيذه واخا كتبان لكم هكذا في الكاميرا راها ما محروقاش وغير محمره. وكيف ما كيبان لكم البنات فعلا كتجي واحد الخضره اللي لذيذه وممكن اننا نجربوها في البيوت ديالنا والدراري غادي يحماقوا عليها. وبحال هاد الايامات ديال الصيف وهاد السخونيه كنحتاجوا بحال هاد الوصفات اللي كيكونوا خفاف ظراف كيف ما كنقولوا وكتحضر بواحد السرعه اللي كبيره. لانني دابا كنحضر معكم المراحل داكشي علاش كتجيكم طويله ولكن راه تتحضر في 10 دقائق. وكيف ما كيبان لكم هنايا من بعد غادي نحطوها في واحد الطبسيل. وهنايا راه كتبان لكم راه غير محمره ما محروقاش. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. كتجي لذيذه ووصفه ناجحه ان شاء الله. وصلت معكم نهايه الفيديو نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله واطباق مقبله. وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وبسلامه في صباح اخرى ان شاء الله.